السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم عن حالة شائعة عند الأطفال الرضع، وهي حالة التورتيكولاس واللي بتظهر بالشكل ده. هنعرف ايه هي حالة التورتيكولاس، أعراضها ايه وأسبابها وازاي نقدر إن احنا نعالجها. الموضوع كله بيتمحور حوالين عضلة اسمها الاسترنوكليدوماستويد. العضلة دي في منها نسختين، نسخة يمين ونسخة شمال من الرقبة. سواء كانت اليمين أو الشمال فهي طالعة من عظمة الترقوة وراح تمسك فيه عظمة كده ورا الودن. لو حطينا ايدينا ورا ودننا هنلاقي فيه عظمة، فهي ماسكة في العظمة دي، طالعة من عظمة الترقوة اللي موجودة هنا وراح تمسك هنا، سواء كانت اليمين أو الشمال. طب ايه هي وظيفة العضلة دي؟ العضلة اليمين لو اشتغلت هتشد الراس ناحيتها بالشكل ده وهتلفها لي الناحية التانية. طيب لو العضلة الشمال اشتغلت برضو هتشد الراس ناحيتها وهتلفها لي الناحية التانية. طيب موضوع التورتيكولاس في الحتة دي ان واحدة من العضلتين دول هتقصر. يعني مثلا لو اليمين قصرت فبالتالي هتشد الراس ناحيتها كده وهتلفها لي الناحية التانية، فالطفل هتلاقيه جاي لك عامل كده. لو الشمال هي اللي قصرت فبرضه هتشد الراس ناحيتها وهتلفها لي الناحية التانية، فبالتالي الطفل هتلاقيه جاي لك عامل كده. طيب السبب الرئيسي للموضوع ده مش معروف، كلها بتبقى عبارة عن نظريات، زي مثلا ان الطفل الرحم ضيق عليه، او ان هو كانوا توينز يعني توائم. طبعا عارفين ان التوائم واحد بيبقى واكل حق التاني، فواحد هتلاقيه محشور مثلا اثناء الولادة حصل مشكلة فالطفل ده اتشد من راسه جامد فحصل مزق للعضلة دي، بعد كده المزق ده اتحول لفايبرس تيشو، وتيجي تحط ايدك على العضلة عند الطفل هتلاقي فيه كتلة صغيرة كده تحت ايدك. فده كلها تعتبر ايه؟ نظريات. طيب الاعراض بتاعتها بتبقى واضحه جدا، يعني مش مستخبيه، بمعنى ان انا مش باخد وقت طويل جدا عقبال ما اكتشف ان الطفل ده عنده تورتيكولاس. الموضوع بيبقى واضح جدا، زي الاب او الام يجوا يقولوا ان هم لقوا الطفل مره واحده بدا ياخد اتجاه معين في راسه، بدا مثلا ياخد الاتجاه ده، تيجي مثلا تلعبه من الناحيه دي مش هيبص لك، او لو بص بيبص بعينه مثلا او بيلف جسمه كله عشان يبص لك، لكن ان هو يحرك راسه ما بتحصلش. ان هو واخد اتجاه معين برده في النوم، بيجي يرضى على ناحيه معينه برده، وتيجي تحاول ان انت تلف راسه الناحيه التانية بتلاقي صعوبة جدا، وكمان الطفل بيبدأ ان هو يعيط. الخبر الحلو في الموضوع ده هو ان العلاج موجود، يعني الحالة دي بتتعالج فعلا، وانا كنت شاهدة على حالة من الحالات دي ان الطفل كان فعلا جاي عنده تورتيكولاس وكان جاي واخد الجلسات بتاعته وفعلا روح وكل حاجة رجعت طبيعية تاني وكأن مفيش اي حاجة حصلت. طيب الانترفنشن بقى اللي احنا هنعمله ايه؟ مش احنا قلنا ان العضلة بتاعتي قصرت، فايه اللي انا هعمله؟ هعمل لها ستريتش، ان انا هطولها. تعالوا ما نشوف الاسترتش ده هنعمله ازاي وبعد كده نرجع نكمل كلام. بالنسبة بقى للستريتشنج اوف سترنوكليدوماستويد، أول حاجة الطفل هيبقى نايم قدامي على سيوباين بوزيشن على ظهره، وهثبت كتفه بإيد، والإيد التانية همسك بيها راسه وهبدأ إن أنا أعمل استرتش. نعيد تاني، الطفل المفروض هينام سيوباين على ظهره وأنا هثبت كتفه بإيد والإيد التانية همسك راسه وهبدأ إن أنا أعمل استرتش. كده احنا عرفنا الاسترتشنج بيحصل ازاي. في بقى انترفنشنز تانية، يعني مثلا ممكن استخدم الترا ساوند دايثيرم، ممكن استخدم المايكرو كارنت حلو جدا على فكره، ممكن استخدم الكاينيزي تيبنج، كل الكلام ده. وفي انترفنشنز تانية بس مش كل حاجه هنقولها في الفيديو عشان الناس اللي بتشتكي ان الفيديو ايه طويل. ايوه عارفاه. طيب المهم يعني التعليمات اللي انا هقولها للام ان هي تمشي عليها في البيت. بالنسبه للنوم، لو الطفل هينام على ظهره فهنحط مخدتين جنب راسه بحيث ان راسه تبقى في النص. طيب لو هينام على بطنه فاحنا هنلف راسه، يعني هو لو لافف راسه الناحيه دي احنا هنلفها الاتجاه التاني، تمام كده. طيب لو هو هينام على جنبه، لو هنحط مخده تحت راسه فاحنا هنحطه على الناحيه المصابه. طيب لو مش هنحط مخده تحت راسه فاحنا هنحطه على الناحيه السليمه. ده بالنسبه للنوم. طيب بالنسبه بقى لايه لما نيجي نشيله، هنشيله ازاي؟ احنا بنشيله على الناحيه المصابه، الناحيه دي فيها مشكله، تمام. احنا هنشيله كده. طيب هنحط ايد كده ما بين راسه وما بين ايده، والايد التانية هنحطها ما بين رجليه كده، هشيله بالشكل ده بحيث ان انا بسترتش على الناحيه دي. اصلا لو شايفين ايديا هتلاقيها طالعه فوق شويه، انا كده اكني بسترتش على الناحيه الايه المصابه، تمام كده. طيب بالنسبه بقى لاي اكتيفيتيز بيعملها، اي لعبه، مثلا الطفل قاعد كده، اوكي، الطفل قاعد كده، الناحيه دي فيها مشكله، الناحيه دي فيها مشكله، فتلاقيه لافف راسه كده ماشي وعاملها لي كده، هو هتلاقيه باصص كده. احنا بقى كل الالعاب واي حاجه احنا بنعملها معاه هنحطها على الناحيه دي، يعني كل الالعاب بتاعته هنحطها على الناحيه دي، الناحيه هنا دي، تمام كده. طيب هتيجي تلعب وتيجي تعمل مع اي حاجه هنحطها له الناحيه دي، اي حاجه هو بيلعب بيها الناحيه دي، بحيث ان احنا نخليه نجبره ان هو يلف راسه كده، تمام كده. ده بالنسبه للالعاب بتاعته. طيب ممكن برضو نستخدم ايه؟ ممكن نستخدم اورثوزس زي ما هيظهر شكلهم دلوقتي، وانا عندي 2، في واحد منهم شائع جدا اللي هو التوت، هيظهر شكله دلوقتي بيلبسه الطفل. ممكن كمان اللي هو التاني واحد اللي هو الكاب اند جاكيت سبلنت، ده مش شائع قوي لان زي ما انتم شايفين في الصوره بتاعته ان هو بيرستريكت الحركه، بيأيد الحركه بتاعه الطفل. ده ممكن استخدمه بقى امتى؟ بعد جراحه. الجراحه دي انا بوصل لها في الاخر خالص، بعد ما مثلا يكون عدى 6 شهور على الطفل ما جابش معايا اي تحسن والعضله
العضله ما زالت فيها كونتراكتشر، فبالتالي انا بوديه لناحيه الايه السيرجري، هيعمل جراحه، هنطول العضله، تمام، العضله هتطول، وبعد كده بيبدا ان هو يلبس بقى الكاب جاكيت سبلنتد اللي هو ظهر شكله دلوقتي، تمام كده. وطبعا بعد كده محتاج علاج طبيعي برضه، ففي الحالتين انت كده كده هتتعالج علاج طبيعي. في النهايه ما نقلقش خالص من حاله التورتيكولاس، لان علاجها موجود، ونادرا جدا ما الطفل بيدخل جراحه.